النهاردة هنتكلم عن أهمية إن أنت تربط متجرك بمواقع التواصل الاجتماعي على منصة فاترينا فيو. ليه الموضوع ده مهم؟ كتير من الناس بيبدأ إن هو يعمل المتجر ويحط المنتجات وما يربطش المتجر بتاعه على مواقع التواصل الاجتماعي اللي احنا بنرشحها. يعني بص، المتجر في حد ذاته لوحده هو كويس، بس مش هيبقى مفيد الاستفادة الكبيرة، لأن التصميم بتاعنا في فاترينا فيو لما احنا عملنا فكرة المتاجر كان الهدف إن احنا نحول المتجر بتاعك لأداة لتوليد العملاء، ان هي تجيب لك العملاء، ومش بس اي عميل، احنا عايزين نجيب العميل اللي هو يقدر يشتري المنتج بتاعك. فالطريقة الوحيدة ان احنا نعمل الموضوع ده ان احنا نربط المتجر بتاعك بصفحات التواصل الاجتماعي بتاعتك. تمام. فلما احنا بنعمل الربط ده ما بين الاتنين، بيتحول موقع التواصل الاجتماعي بتاعتك والمتجر لهارموني بتبدأ تشتغل مع بعضها. ان عن طريق ان انت لما بتحط منتجاتك على المتجر وتعمل لها شير على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتك اللي هي مربوطة، ويبدأ العملاء يدخلوا من عن طريق المنتج دوت للمتجر بتاعك، اللي بيحصل ان بيبدأ المتجر يتتبع العميل بتاعك موجود جوه المتجر، وبيشوف اهني منتجات، واهني منتجات حبها اكتر من اهني منتجات، ضاف اهني منتج للسلة، وايه المنتج اللي هو اشتراه. والاخير ده هو اهم حد، اللي هو العميل اللي اشترى، لان احنا بنبدأ نبعت تاني العملاء اللي اشتروا دول لمواقع التواصل الاجتماعي كلها اللي انت رابطها، سواء تيك توك، سناب شات، انستجرام، فيسبوك. بنبعت للمنصات دي كلها مين العملاء اللي اشترت المنتج بتاعك، علشان يبدأ يستهدف الجمهور بطريقة مظبوطة، او يحسن الاستهداف بتاعك، ان هو يوصل للعميل اللي احنا بندور عليه، العميل اللي بيشتري المنتج بتاعك. طيب، هل دي الفايدة الوحيدة؟ الحقيقة لا، في فايدة تانية مهمة جدا في موضوع الربط ده، وهو انه بيحسن كفاءة الاعلانات بتاعتك. يعني لو انت عامل اعلانات ممولة او حتى عامل محتوى عادي خالص، تمام، وفي عميل لنفترض ان هو ضاف المنتج بتاعك للسلة، بس ما كملش عملية الشراء لأي سبب، اتشغل، جاله تليفون بيقارن ما بينك وما بين أي حد تاني، لسه ما قررش إن هو يشتري المنتج بتاعك. في الحالة دي احنا برضو بنبعت مواقع التواصل الاجتماعي اللي انت رابطها تمام بالمتجر بتاعك، ونقول لهم ان العميل ده ضاف المنتج للسله بس لسه ما اشتراهوش. فبالتالي يبداوا يعملوا له تتبع، لو انت عامل اعلان ممول على المنصه دي، ان الاعلان بتاعك يظهر له اكتر من الناس التانية، لان العميل ده نسبه احتماليه ان هو يشتري اعلى من غيره. فعشان كده ربط المتجر بتاعك بمواقع التواصل الاجتماعي هو اهم حاجه في منصة فاترينا فيو. هسيب لك رابط لفيديو يشرح الموضوع ده بالتفصيل في اول تعليق او في الديسكريبشن بتاع الفيديو، يشرح لك بالتفصيل ازاي ان انت تربط المتجر بتاعك بصفحات التواصل الاجتماعي. لو انت عجبك المحتوى بتاعنا او مهتم بالتجارة الالكترونية، اعمل لنا فولو وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.